لا للحرب، نعم للسلام. ده ما شعار مرحلة، دي مبادئ أساسية في الدولة المدنية والديمقراطية اللي بنحلم بها. الحرب قانون غابة، والديمقراطية ولا الشورى ولا الاتفاق ده قوانين بشر عندهم عقل. الخلافات السياسية في الدولة المدنية وبين المدنيين مهما وصلت ما بتصل المرحلة دي. كثير تصل لمحاكم، لطعين، لتهم فساد بين السياسيين كده، لكن عمرها ما بتحصل مرحلة اقتتال عسكري أو حربي يضر من المواطنين بموت. لأنه ببساطة الصراع السياسي بين المدنيين إذا كان صراع سلطة ولا صراع بتاع مشروع، انت نهاية الصراع المهزوم فيهم حيكون حي، وحيتجي الفرصة والدنيا دوارة الحيقلب فيه والطاولة. اما في الصراع العسكري انت لو اتغلبت انت باي باي. الزول داك لو بدأ بك اول فرصة بعد الانتصار بتزيد، ولو بدأت انت اول فرصة بعد الانتصار بتزيد. كونوا شغالين بنظرية اتغدى بيك قبل ما تتعشى بي، ودي النتيجة. كلمة قبل الأخيرة، خلونا عارفين إنه أي حرب في العالم اتحولت لحرب أهلية زي ما شايفين في الدول الجوار جنبنا، كان قبلها في سؤال واحد حايم في رؤوس الناس أو حام وسط الناس خلق الفتنة. هو أنا مع منو؟ أنت مع منو؟ ونحن مع منو؟ وانتو مع منو؟ والأسئلة زي دي، الأسئلة اللي بتقسم الناس وبتجيشهم حول حاجات محددة. والسؤال ده مبرره إنه نحن في حالة حرب لازم الصفوف تتمايز، وتعرف عدوك من صليح، وطلس كده بلا 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 بلا، طلس ميت بيميزنا، بسوق خط الفتنة جوانا. المبرر ده وهمي، وهمي المبرر، لأنه نحن أصلا مدنيين والشغالة دي حرب. نحن رافضينها لأنها هي بالنسبة لإحنا كمدنيين أصلا هي ما وسيلة بتاعت حسم صراع. بنؤمن بالحوار، بس صفوف تتمايز دي بين العساكر، ما بيننا نحن كشعوب، ما بيننا نحن كشعوب، بين العساكر الصفوف تتمايز في أرض المعركة لكن بيننا نحن كشعوب ما في صفوف تتمايز. وهنا خطورة الموضوع في فكرة إنه الصفوف لازم تتمايز بين الشعوب. الكلام ده غلط، ما عنده علاقة، ولا نحن عندنا علاقة مع الموضوع. وأول ما تفكر تجاوب على السؤال ده بتكون ساعدت في عملية التجيش، وأسست للحرب الأهلية، وخليت إنه الآلية الوحيدة لحسم الصراع هو البندقية والسلاح والموت. فالإجابة على السؤال ده واحدة مفروض تكون عندنا كمدنيين، هي لا للحرب. السلطة سلطة شعب، والعسكر للسكنات. فقبل ما تسأل السؤال ده ليزول، وقبل ما تحاول تخلي السؤال ده يقعد في راسك، اتذكر انه السؤال ده عبارة عن فتنة، فتنة بتاكل الواطة بتاعتنا كلها، بتاكلنا كلنا. لأنه السؤال ده دايما بيدي للناس إحساس بأنه في إجابتين بس. سؤال بخليك تفكر في انه انت يا مع منو يا ضد منو، والطرف التاني مع منو وضد منو. مع انه السؤال ده عنده اجابة تالتة حقتنا نحن المدنيين، واللي هي الصح الاجابة انه لا للحرب، نعم للسلام، سلطة سلطة شعب، والعسكر للسكنات. لا للحرب، نعم للسلام، السلطة سلطة شعب، والعسكر للسكنات.